لحد دلوقتي بنسمع صدى أغانيهم اللي أقدم من الحضارة البشرية، اللي بيرددوها من ملايين السنين في المحيطات. بيعتبروا من أعظم عقول المحيط وأسياده. بيتقال عليهم يا صديقي أشخاص مش بشريين، مش مجرد حيوانات ضخمة ومفترسة وليها هيبة وكده. لا، دول كائنات تعلمك وتفهمك لو تأملت فيها وفهمتها. كلامنا النهاردة عن الحيتان القاتلة أو الأوركا، واسمع القصة. أهلا بيك يا صديقي في حلقة جديدة من برنامجكم عودة عالم البحار. حضر ماسكك وزعانفك ويلا نغطس غطسة في المحيط مع الأوركا. الأوركا على الرغم من إنها اسمها الحيتان القاتلة، والاسم ده أطلق عليها من زمان عشان شافوها بتقتل حيتان تانية، بس العلماء شافوا إن الاسم ده ظالم ليهم شوية وفضلوا أكتر عليها اسم الأوركا، لأنها كمان في العادة مش بتهجم هجوم قاتل للبشر. المهم إن الحيتان دي في الواقع هي دلافن، وهي أكبر عائلة الدلافن. طب السؤال هنا، اتسمت ليه بالحيتان؟ لأنها بكل بساطة في حجم الحيتان وضخمة جدا على حجم الدلافن العادية. الذكور منهم في العادة بيكونوا أكبر من حجم الإناث، والذكور بيعيشوا لحد 50 سنة، وطولها بيكون من 6 ل 10 متر تقريبا. وزنها بيوصل ل 6 طن، وزعانفها الظهرية بقى اللي من فوق دي يا صديقي بتوصل ل 1.8 متر تقريبا، وبتكون شبه المثلث كده. انا مش عارف في يوم هروح اغطس مع الاوركا بحجمه ده ازاي. نرجع بقى للاناث اللي عمرهم بيوصل ل 90 سنه، تموت الذكر عند ال 50 وتكمل هي 40 سنه حره، وطولها من 5 ل 8.5 متر، ووزنها بيوصل ل 4 طن. زعانفها الظهريه بقى بتبقى اقصر وما بتعديش المتر، وبتبقى منحنيه كده. كده صديقي انت عرفت ازاي لو شفت اوركا تقدر تحدد اذا كان ذكر او انثى. عينيهم شكلها مختلف شوية، على شكل بقع بيضة، بتساعدهم دايما في تشتيت فرائسهم، وكمان بتنسق حركات مجموعات الأوركا. عندهم أسنان ممكن توصل ل 56 سن مخروطي، طول الواحدة 10 سنتي تقريبا، متصممة عشان تمسك بيها الفريسة بس مش عشان تمضغها. الأوركا صديقي بتبلع على طول، بس ايه، عضته قويه، ويمكن كمان عضته اقوى من عضه القرش الابيض العظيم. الاوركا من اكتر الثدييات البحريه المنتشره موجوده في كل احواض المحيطات، وليهم كثافه اعلى في شمال غرب المحيط الهادي والبحر النرويجي وشبه جزيره انتاركتيكا. الاوركا كمان في منها 10 انواع معروفه، متصنفه 3 فئات رئيسيه، كل نوع منهم بيختلف في شكله وصيده وتواصله. أول حاجة الأوركا اللي في نص الكرة الشمالي، المحيط الهادي والمحيط الأطلسي، وبيسموها بقى إيه؟ الأوركا المقيمة، اللي هي قاعدة في المكان اللي ساكنة هناك، بتتغذى على الأسماك وتلاقيها في مجموعات كبيرة. تاني حاجة الأوركا العابرة، دي بتترحل كتير وبتكون موجودة في مجموعات صغيرة وبتتغذى على الثدييات. طبعا الثدييات يا صديقي زي الحيتان وزي الدلافن وزي الفقمة. الأوركا بتدوخ الفقمة، يعني بتبهدله، معلمة الأدب هناك. غير بقى كمان الأوركا البحرية بتكون مجموعات صغيرة ومتخصصة صيد قروش. ثانيا الأوركا الجنوبية اللي بتعيش في المحيط الجنوبي، دي بقى بتتغذى على حيتان المنك والبطاريق والفقمات كمان. ثالث حاجة وهي الأوركا الإقليمية المتخصصة، والمناطق اللي بتكون موجود فيها بتلاقيها في شمال المحيط الأطلسي زي النرويج وأيسلندا، وبتتغذى برضو على الرنجة وعلى الفقمة. وفي منهم موجود في نيوزيلندا، بتاكل الري اللاسع والقروش. وفي منهم بقى في الجزر الاستوائية أو المياه الاستوائية، هاواي بقى وجزر البهامز والكلام العالي ده. نظامهم في الغذاء لسه مش مدروس قوي. الأوركا بقى عندها ستراكشر اجتماعي رهيب، ولا كأنها عيلة فيتو كورليوني، الأول في تنظيم المجموعات، وغالبا اللي بيقودها أنثى، وبتكون أعمارهم من 80 ل 90 سنة. بص يا صديقي، أنا هقول لك الأوركا المقيمة اللي اتكلمنا عليها، فاكرها؟ دي بيكون عدد مجموعاتها من 5 أفراد ل 50 فرد، إنما الأوركا العابرة دي بتكون من 2 ل 7 أفراد. بيقول لك بقى الأوركا بعد انقطاع فترة الطمس بتبقى خبرة جدا، وبتاخد المجموعات كلها لمناطق الأكل اللي هي عارفاها من خبراتها.
وكمان بترضع الاحفاد احيانا، وده بيسهل على الامهات ان هم يقوموا بالصيد، اللي هو ايه، يا ماما اقعدي بالعيال لحد ما اروح الشغل وارجع. التواصل بقى بيكون بالاصوات، بالنقرات اللي هم بيصدروها عشان تحدد ليهم موقع اي حاجه ليهم بالصدى، اللي بيرجع من النقرات دي عشان يستخدموها في الملاحه والصيد. وكمان بيستخدموا الصفارات دي للتواصل ما بينهم. صديقي تعالى. استراتيجيات الصيد عندهم بتكون خاصة بالنوع اللي بيصطادوه، كل نوعية ليه استراتيجية معينة، بس خلينا متفقين ان الشائع في الصيد عند الأوركا هو العمل الجماعي. عندك مثلا اولا السلمون والرنجة وسمك القط بيستخدموا طريقة التغذية الدائرية او طريقة نفض الديل، واللي بيعمل كده الأوركا المقيمة. طب ازاي بقى الكلام دوت بيتم؟ اولا التغذية الدائرية بيستخدموها في صيد الرنجة دايما. الأوركا فيها بيجمعوا الأسماك في كرات طعم ضيقه ودواره، ومعاطين الاسماك ضربات بديلها تصعقها. وعندك كمان طريقه نفض الديل بتستخدمها في صيد السلمون، فيها حوت واحد بيضرب بديله يطلع السمكه في الهواء، والحوت التاني بيلقطها وهو طالع لفوق. ده شغل ابو تريكه يا معلم. استراتيجيات بقى عند الأوركا العابرة اللي بيتغذوا على الثدييات زي الفقمة وأسد البحر وخنازير البحر والحيتان. بيستخدموا طريقة التخفي والوحشية. أول تكنيك غسل الأمواج لصيد الفقمات. الأوركا بتلقط بنظرها فقمة قاعدة ولا على بالها على طريق جليدي، فالأوركا يعملوا إيه؟ يعوموا بتنسيق ونظام بحيث يكونوا موجة واحدة تنزل الفقمة للمية وما تشوفش نور. تاني تكنيك عندك بيعملوا جنوح متعمد أو بيبقوا قاصدين يرموا نفسهم على الشواطئ ويمسكوا الفقمة أسد البحر ويرجعوا للمية تاني. يخرب بيتك. وعندك صيد القروش بقى، وخصوصا القرش الأبيض العظيم، وده بيكون متخصص فيه الأوركا البحرية. بيستخدموا تكنيك وحش شوية، يدخلوا على القرش يا صديقي مجموعات، يمسكوه من الزعنفة الصدرية ويقلبوه رأسا على عقب. فبيحصل ايه للقروش؟ طبعا بيدخل في حالة جمود، وبعديها القرش بيشق بطنه عشان بس ياخدوا الكبد اللي هو غني بالعناصر الغذائية. بص، بيعملوا له عملية جراحية مدرسة. وغير كمان في صيد الري اللاسع بتديله ضربة بديله تشل حركته وتقلبه وتاكل الجزء التحتاني الطري منه. أوركا أذكياء جدا وعاطفيين جدا جدا. حقك يا صديقي تقول لي عاطفيين ايه بعد اللي احنا سمعناه ده يا كابتن مصطفى؟ عندك حق، بس خليني اقول لك معلومتين غراب عن الأوركا. تعرف ان الأوركا بتقدر تتعرف عن نفسها في المراية، ودي حاجة غريبة جدا على الحيوانات. وبعضهم كمان بيستخدم ادوات زي الاسفنج يغطوا بيها الانف وهم بيصطادوا. وكمان بيعرفوا يركبوا الامواج ويلعبوا باي حاجة زي اناديل البحر مثلا، ويمكن عشان كده احيانا بيستخدموهم في العروض الترفيهية لينا كبشر. وكمان مش كله لعب ومرح. الأوركا عنده زي فترات حداد، لما حد من اطفاله يموت يفضل معاه وشايله لمدة 17 يوم ويبقى رافض يسيبه. بس للأسف الأوركا بيواجه تحديات زي أي كائن بحري، وخليني أقول لك الخمسة الأهم منهم. أول حاجة وهي طبعا التلوث، زي وجود سنائل الفينيل متعدد الكلور. وده إيه ده بقى؟ ده بيسبب ليهم أمراض زي العقم والسرطان وبينقص مناعتهم. كمان البلاستيك اللي بيجيله عن طريق البلع او من خلال تسمم فرايسه بيه. تاني حاجه وهي استنزاف الفرايس، نقص عدد اسماك السلمون بسبب الصيد الجائر، وكمان الفقمات اللي بيصطادوها الأوركا بشكل مفرط. ورقم 3 التلوث الضوضائي اللي بيجي من السفن والقوارب والسونار العسكري وحفر النفط. ده بيأثر على تواصلهم بالاصوات مع بعض، وكمان على تحديد الموقع بالصدى بيأثر على ملاحتهم وصيدهم. وارتفاع درجات حرارة المية، وده بيكتر من هجرة أسماك السلمون. وتحميض المحيطات، ده بيقتل بعض فرايسها، فالأوركا ما تلاقيش أكل. آخر حاجة بقى ودي بتضايقني قوي وهي الأسر، طبعا عشان يستخدموه في العروض الترفيهية، وده بيأثر من عمر الأوركا، وبتنهار زعنفه الظهرية وبتبقى متوترة وعدوانية أكتر. وسمعنا عن حوادث كتير الأوركا عملتها. الأوركا مش مجرد حيوانات كبيرة وقاتلة زي ما بيقولوا، دي محور بيئي ومراية لصحة محيطاتنا. الأوركا كانت مزدهرة جدا في المحيطات من ملايين السنين إلى أن جاء البشر يا صديقي ودفعوها لحافة الانقراض من القرن الماضي. بس الجهود اللي اتعملت وبتتعمل لحد دلوقتي بتحاول تحافظ
عليها. الأوركا مش وحوش، الأوركا هم روح ونبض محيطاتنا. تقدر بقى تقول لي انت صديقي بعد ما شرحت لك كل ده عن الأوركا وهم أسياد المحيط، مين يقدر يتغلب على الأوركا في المحيط؟ اكتبوا لي في التعليقات وقولوا لنا المرة الجاية عايزين تسمعوا عن مين. دمتم سالمين.